صباح الخير، ازيكم؟ النهارده بنلتقي بالفنان الكبير المايسترو دكتور خالد. احنا في شهر ديسمبر. النهارده يوم 7/20/23. دايما بنستمتع بالالحان الجميله بتاعت الدكتور خالد، بنقابله في نادي سبورتينج. بس احب اسالك، ايه رايك في لو احنا عملنا مقارنه ما بين الفن بتاع العمالقه زمان، ام كلثوم، عبد الحليم، فريد الأطرش، والموجودين دلوقتي مثلا زي مدحت صالح، علي الحجار، أنغام؟ ايه رأيك؟ لكل فن، لكل زمان فنانينه. دول جمال جدا. العصر اللي احنا عشناه محمد منير وعمرو دياب وانغام ومدحت صالح محمد فؤاد موجودين ما بيننا لحد دلوقتي. ممتازين والناس التانية برضو جبابرة مش ممتازين. يعني عبد الوهاب جبار، ما شاء الله. ام كلثوم جبار. طبعا. يعني ده ما يجوش وعايشين معانا بألحانهم لحد وهيعيشوا كمان دلوقتي. 300 سنة قدام. ايوه طبعا. ما عشان دول ما يجيش زيهم الا غير كل 100 سنة مرة. طبعا. يعني حد عبد الوهاب وام ايوه كلثوم دول ايوه بالذات يعني تحديدا ايوه يعني ايوه صوتا وشخصية ايوه. ويعني فلتات يعني انا زمنية. ملاحظ اغلب العزف بتاعك الجميل بتبقى في الحاجات الراقيه بتاعت زمان. ما هو اصل مين اللي لحن ام كلثوم؟ الجبابرة. ايوه. عبد الوهاب. ومين لحن لكل الجيل بتاع عبد الحليم حافظ؟ ايوه. عبد الوهاب. طيب ملك الجيل جبار. بتاعك بقى العصير. لا، عندنا بقى محمد منير، وعندنا عمرو دياب، وعندنا مصطفى قمر، ما وعندنا شاء عمرو الله، مجموعه مصطفى كبيره حلوه. وأصالة وبتنتج فن راقي. طبعا ممتازين. لا طب لو دخلنا بقى آه. للشباب والمغنيين بتوع مش المهرجانات عايز بقى. مش عايز. لا، المهرجان اختراع مصري. المهرجانات. المهرجان ده اختراع مصري أيوة. يقدر، بس الكلمات تكون مناسبة. أيوة. هو اختراع مصري للناس البسطاء. يعني بيبقى فيه نغمتين تيتا يعني توتا ممكن تيتا في يوم من توتا. الايام نشوف الدكتور خالد بيعزف ما مهرجانات. هي بتتلعب اصل دي زي ما ممكن تشوفني العب كلاسيك، ما انا بلعب أيوة. جاز. أيوة. ممكن تشوفني العب، ممكن بس تشوفني العب هتكون كلاسيك. مستمتع بيها ولا المهرجانات دي لا. بس عشان لا. الرقص والافراح؟ لا، هو لا حول ولا قوة. وماله الرقص والافراح؟ الرقص والافراح ماله يعني؟ يعني رقص حرام يعني ولا لا مش حرام. ولا بس الافراح دي مثلا ساعات لما حلو الواحد حلو. بيسمع ام كلثوم بيبقى دي قاعد شيء قاعدة انت زي بيعمل طب ولا كده. تسمع أكيد بيتهوفن مش ام كلثوم ولا بيتهوفن؟ انت بتقارن حاجات أيوة غريبه طبعا. ببعضها. طبعا. انت بتقارن حاجات ما تتقارنش. لا مقارنة. لا مقارنه. دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه يعني ودي كله حاجة. فن. فن. المهم يكون ايه اخلاص ملاحظاتك واحساس. بقى على الفن بتاع دلوقتي جميل. والمهرجانات دي عجباك كلها؟ المهرجان ده جزء من كلام الفن حلو اللي فيه يعني ولا لا، في كلمات سيئه وغايه سوء. في كلمات تقدر يعني حلو. أيوة. لكن النغمه بسيطه، النغمه طب بسيطه. فين دور يا عم الرقابة دلوقتي؟ لا مش شايف رقابة. لا مفيش مش رقابة رقابة. خالص. انت رقيب. الشعب الجمهور هو الرقيب، هو اللي يصطفي ويرفض. طيب تختار لنا ايه بقى النهارده من المغنيين الموجودين ما بيننا دلوقتي؟ يعني ممكن هتشوف انت النهارده مش عايز علي الحجار مش عايز مثلاً؟ عبد الوهاب، انت عايز نعمل النهارده حاجه لعلي الحجار مثلا، نلعب ريشه حاجة ويا لعلي ريشه يكمل طب يلا جناح. بينا نتفرج. ريشه ويا ريشه. يلا.
الله يا دكتور خالد، الله شكرا. حضرتك امتعتنا بالعزف شكرا. بتاعك. شكرا. يعني بحس ان العزف بتاعك مختلف، يكاد يتفوق على اللحن الاصلي. لا مش ممكن، يعني بس هو اسلوب موسيقار جديد. كبير يعني. حبيبي يا غالي. يعني حضرتك دكتور اسنان لكن اتفرغت انا بحب المزيكا من يوم ما اتولدت. الموسيقى. انا بتحب المزيكا، انا مزيكاتي. أيوة، ده ما شاء تقول الله، ما شاء الله. مزيكاتي، لكن هاوي، ولكن دكتور محترف، لكن هاوي احسن من محترف. ما شاء الله. ما انا ما شاء دكتور الله. محترف، ما شاء طب الله. اسنان يعني. ان شاء الله ربنا يخليك ويديك الصحه شكرا. ودايما تمتعنا باغانيك شكرا. الحلوه. الف شكر. شكرا.